هاي، كيف نتوما؟ لاباس؟ مزيانين؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى تكونوا في افضل حال. بعض الناس كيدخلوا عندي، منهم اصدقائي ومنهم ناس ما كنعرفهمش. منى، واش ما عزوش عليك اطفال غزه؟ واش ما عزوش عليك فلسطين وكذا وداكشي؟ حنا ماشي عادي من الانسانيه، انا ماشي انسانه من الحجر. هي راه كيعزوا عليا، وكما كيعزوا عليا هادو كيعزوا عليا اخرين، راه بحال بحال الانسانيه. كما هادوك كيعزوا عليا يا اخرين كيعزوا عليا، ولكن الطريقه الغلط اللي نتوما كتخرجوا بها. منين نخرج انا نحرق رايه اسرائيل؟ علاش؟ هذه ما حلتش مشكل. هما قد ما يشوفوا كتحرق الرايه ديالهم، قد ما يبغيو يثبتوا وجودهم، وماشي بك انت غيضربوا اطفال غزه. هما اللي غياكلوا الدق، غيتعصبوا من داك انت بالفعل اللي كتعمل انت، من داك اللي يتعصبوا ويا اخرين غياكلوها في ظهرهم. حاجه اخرى، راه اي واحد كيحرق الرايه ديال شي دوله، راه من حق ديك الدوله وزاره الخارجيه ديالها ترفع دعوة هنا في المغرب او في اي دولة تحرقت فيها العالم. اوكي، و... وغادي يتم المحاكمة ديالو، وغادي يتم الحبس ديالو اكيد والسجن ديالو، وبتهمة الارهاب. اوكي، وتما يبقى يغمر في الحباسات ويجلس العقراعي. اما كيفاش غيوصلوا لي لك؟ راه سهله. انت كتبان في الفيديو كتحرق الرايه ديال واحد الدوله، ديك الدوله راه داك بالفيديو ديالك بالصوره راه لاكارت ناسيونال دابا ولا عندها البصمه ديال الوجه والعينين، عادي سهله بسهوله. غير من لقطه ديال لقطه صوره من الفيديو يعطوها للكوميساريه، غيجيبوك عنوانك ودارك وفين انت تدقوا عليك في الباب، يقول لك خرج لهنا، غتمشي بتهمه الارهاب على والو فابور. لهذا ردوا البال ومزيان. اوكي، حاجة ثانية، رجائي أمهات فلسطين، ما تربوش ولادكم على ديك لا أنا غنحمل باش نولد شهداء. علاش هاد الأفكار ديال الموتى والجيفة؟ علاش أنا نحمل باش نولد أطفال يعيشوا الحياة، يكونوا عندهم مستقبل زاهد، يسافروا ويمشيو ويجيو يختاروا المكان اللي يعيشوا فيه، يكون عندهم حرية اختيار؟ علاش كتربوا فولادكم ديك الكره والحقد، ولا دوك يهود دوك اسرائيل قتلوهم وصنعوا؟ حنا في المغرب عايشين اليهود والمسيحيه والملاحده والمسلمين وكل الاطياف، حتى الهنود اللي كيعبدوا البقر عندنا، هادي متسلمين. هذا ميساج الامهات الفلسطينيين، علموا ولادكم على الحب والتقبل الغير، تقبل الاخر والسلام. ما تعلموهمش ديك الحقد والكره والقتل. انا كنولد لا بيمشي شاهد لا بلا لا لا غنزغرط له باش يمشي. اش هادشي هذا؟ اش هاد الدعشه جنيه؟ انتم اللي كتعملوا هكا راسكم، في الاخر ولادكم كيمشيو ينضموا لحماس لانكم ربيتوا فيهم ديك الحس ديال القتل، واللي خصكم تجاهدوا، خصكم كيلقاو حماس هي اول حاجه كيمشيو لها، لانكم نتوما ربيتوهم هيداك، كيمشيو يفجروا. كاين الاخرين كيردوا عليكم كيهنهنوكم. حماس مدعومه من ايران بلا ما نعاودو نكرروا. ايران، روسيا، الشيشان، بوليزاريو والجزائر تاني شفنا عندهم يد فاتش، ولكن ما غنهضروش دابا على الموضوع هذا. هادشي غنخليهم ولي يهضروا عليهم. فاش غنقول لكم، حنا بقاو فينا ديك الناس، وانما باش نخرجوا نطالبوا ننصحوا هادو كيفاش يتعاملوا، ويا اخرين كيفاش هي اخرين حقي مردوا. راه دخلوا لي من الناس، راه الناس كانوا ميتين كيصدموا عليهم، الناس كانوا كيحتفلوا بالموسيقى شنو قتلوهم اغتصبوهم وسرقوهم وسبوهم. والسيبه عصر الجاهليه ولينا. لا، راه هادوك غالطين حتى هما، هادوك راه حيت ايران كتدفعهم وترجع للور، واطفال غزه كياكلوا الدق. هادشي راه باين. وانما راه حتى اخرين الاطفال ديالهم تيموتوا، حتى اسرائيل اطفال ماتوا، حتى اسرائيل بنات ونساء اغتصبوا وسباوهم. فهذه حرب. شوف يقول لك واه هما كيضربوا، هذه حرب، والحرب هناك فائز واحد فقط. يعني ما تقوليش راه ضربوا الاطفال، ضربوا النساء، ضربوا كذا. حرب يعني هناك فائز واحد غيضحي باي حاجه باش يفوز. واش فهمتي؟ ملي كتدخل الحرب راه خصك تكون عارف فين داخل. لهذا كنقول لكم من الشعب المغربي بالاخص انه شعبي، ما تبقاوش تخرجوا بديك الخرجات الاستفزازيه تستفزوا الحلفاء ديالنا اللي هما ايضا محلفين عندنا بزاف ديال المشاكل في السياسه ديال البلاد. عندنا بزاف ديال العوائق اللي كيبغيو يوقفوا لنا بلادنا، اللي كيبغيو يوقفوا في طريقنا، والحلفاء ديالنا واقفين معانا بزاف. فعلاش حنا نخرجوا نحرقوا الراي ديال الامريكان ولا ديال اسرائيل؟ حنا دوك ما اداوناش. ما يمكنش تعدي شي حد ما اداكش، مستحيل. راه اصلا النص ديالهم مغاربه. فاحنا ملي نخرجوا نقولوا
بخيط بياض، وهادوك خصهم نصحوهم ما يعلموش ولادهم ديك الطريقه هذيك. ولا كان شي ارهاب عندهم، شوف حالنا حنا في المغرب يبان ارهابي كلشي كيبرقيق، حنا ما نحتاجوش مخابرات، حنا كلشي فينا مخابرات. بانوا الارهاب بانوا كذا تبلغ بهم يتشدوا باش ما يقولوش هاد الكوارث اللي حنا دابا واصلينهم، فهمتي؟ اما في فلسطين باعونا وكيدافعوا في ممشى في اي مكان في العالم كيدافعوا على بليزاريو، وكيقول لك تقرير المصير، وحتى الرايه ديالهم اختاروها تكون بحالهم تقول غير هومانيت. ف هادشي عارفينه، وعارفين ايران كدعم حماس وفلسطين، وانه ما مكرهوش ياخذوا المغرب لانه موقع استراتيجي باش يعملوا فيه قاعده عسكريه باش يواجهوا فيه اوروبا وامريكا وداكشي. وانما حنا راه ماشي على وجههم هذوك الحكومات، ما عارفين ما كيسواوش. حنا كيعجبنا ديك الاطفال، اوكي؟ ديك الاطفال ما خصناش يكبروا يوليو حماس من جديد ويوليو ارهاب ويولي الحرب تبقى مستمره، والضحايا ديالها كيروحوا ناس اخرين ما عندهمش علاقه بداكشي، ما داروا لا بيدهم لا برجلهم، لا من الطرف ديال اسرائيل ولا من الطرف ديال فلسطين. اما ديك البلاد ارض الله واسعه، انسان يتعايش مع بعضياته بسلام ومحبه المفروض، بلا ما نجيو نهضروا على السيره بنيكة الارض. واش شكون هما بنو اسرائيل واولاد يعقوب؟ شكون هو حام اللي ولد كنعان واللي كان من الاحفاد ديالو؟ وهاد بني اسرائيل هما من ابناء العم ديال حام يعني وكنعان، وعاشوا تما كان قبل الفينيسيون اللي هما فلسطينيون وكذا. الا جينا التاريخ راه علقوا ارض بني اسرائيل. الا جينا انه استعمرت بزاف ونادت حروبات عليها بزاف من ايام نوح لحد الان، والحروبات نايضه عليها. فهما صافي كنتو تفاهمتو قسمتو، اوكي صافي تعيشوا بالحب والسلام، تعلموا تحبوا بعدياتكم. هما مد لكم يدهم وكيخدموكم عندهم، وكيتصور انهم كيخدموكم ب1000 درهم في الشهر، يعني 100 دولار في النهار عفوا. يعني باش تخدم في فلسطين خصك شهر باش تشدها. يعني علاش هذا الشيء هذا؟ راه بعض الفلسطينيين ما عجبهمش هذه الحرب، قال لك حنا كنا عايشين بسلام بغينا غير نعيشوا، رحنا ما بقينا لا ناكلوا لا نشربوا لا هادي. الناس كانت عايشين، علاش خربتوا لهم حياتهم؟ علاش ايران شنو باغا؟ ايران باغا كتستهدف الاطفال، كتقول حماس تخبعوا في المدارس وبكذا في كذا باش هادوك يضربوا الاطفال والمستشفيات، باش الشعب العربي ينوض يفور ويستنزف القوه ديالو ويقبح مع الحلفاء ديالو، باش ايران تضربوا من اللور هي والشيشان وروسيا وواحد دولة جارتنا. فهمتوا؟ معروف الخطة ديالهم، ولكن حنا ما خصناش نكون اغبياء نطيحوا في الفخ. علاش جارتنا ما خرجتي في المظاهرات؟ حيت شتي انا كنتي كتزيد معايا اخرين وانا احسن منهم، انا ما خرجتش بالدار ضدك. المهم الخطة باينة كلها، حنا ما نخرجوش، لا خرجنا خرجوا في السلم. ما تحرقوا الدرايه عباد الله، ما تسبوا ما تشتموا، كتخرجوا باش تضمنوا يلقاو حل معوض حماس تقطع الخبر ديالها. ولكن المشكله فلسطين الحكومه الفلسطينيه ما كتعلمش، والله يا خوتي ماشي زعما حيت كنكرههم، والله يا خوتي الحكومه الفلسطينيه ما كتعلم الدرس. هي دخل الصفحه ديالها غتلقاو شحال خانتنا من مره، صوتا وصوره مع الطوس في المغرب ما عندهمش مشكل. وشحال قبل منا خانت السعوديه وخانت الكويت وخانت البحرين وخانت الامارات. راه حشومه، واش ما عمركم غتعلموا؟ عقلتوا الملك السعوديه ملي كان كيجيبكم حتى لعندو يصلح بيناتكم وكذا ويبقى يدعمكم، كيعطيكم الفلوس شهريا الملايين داخلين، وكتمشيو تدعموا حماس وتحرجوهم على اسرائيل. علاش ما قدناش تعيشوا؟ كيقول لي واحد الصديق ديالي فلسطيني، احنا شعب بنعشق المشاكل، احنا نعشق شيء اسمه مشاكل عن جد، ما كذبش. علموا ولادكم الحب والاحترام الاخر والتعايش مع الاخر، وهنيوا داك الشعب. واللي بغى يجاهد وبغى كذا يمشي يبان يقول انا السر الصحه، ماشي تخبع في الاطفال، تخبع في المدنيين. طبعا هو ما يعرف، خصو المجرم، طلع المجرم وخا يعرف راسو يقتل خوتو باش يطلع يقتل معاه من المجرم. واش فهمتوا؟ العداله ماشي الحرب، ماشي حرب غير عادله لان اسرائيل ظالمه، لا، حرب غير عادله لانهم حماس كيتخباو فيكم، هما سبب الدمار ديالكم.
والله يعني ما القسمان ما بيدي حيلة بصراحة. يعني كنحاول نكون في الوسط، لان ما ادونا لا هادو، جيت نقول لا هادو لان اسرائيل ادونا لانه باعونا وكيدافعوا على بوليزاريو وكيقولوا الصحراء غربيه وبزاف ديال الحاجات. خلينا بلا ما نهضروا عليهم، بلا ما نزيد راه نتوما عارفين، دخلوا الصفحه عاد تشوفوا شنو حاجات عندي. المهم انا اللي بغيت نقول، الناس اللي كيقولوا واش مونا ما كيعزوش عليك الاطفال، واش ها انا جاوبتكم. كيعزوا عليا، وانما الامهات ديالهم الله يسامحهم كيربوهم بواحد الطريقه غلط. كيطلعوا اطفال كيستناو غير منين ينوض حماس ضربات اسرائيل، الاطفال نوضوا كيدخلوا كاملين يدخلوا تما كاين بالشفاري. يعني ما ربيتوش ولادكم على الحب والسلام والتسامح وتقبل الاخر والجيران تحترموهم، راه وقع لكم بحال شي جيراننا عندنا. الجيران اللي حدانا ثاني كيستناو شي فرصه، فهمتوا؟ فما خصكمش تضربوا ولادكم على داك الكره. اسرائيل بالعكس كيقراو ولادهم وما كتشوفهمش في المواجهات وبزاف، يعني متقدمين مهتمين في شي حاجات مهمه، ما مهتمينش في الكره والحقد والحسد والكراهيه. ماشي كندافع عليهم، كنقول الحقيقه حق الله. فتنتوما انا ما بغيتكم تكونوا تنتوما مزيانين وحسن منهم كاع، كونوا مزيانين عندهم في الاشياء المزيانه، ماشي في القصيله وسفك الدماء وما عرفت شنو، وانا غنولد شهداء. هذيك الافكار غلطه. اسرائيل حاليا باغا ما توقف، هذاك اسرائيل وامريكا وحلفائها كلهم الناتو، يعني ما باغيين يوقفوا حتى يمحيو حماس كما محاو داعش. هو من حقهم من واحد الناحيه، لانه حماس تطولت على دوله ودخلت ليها ودارت شي حاجات يعني غير قانونيه، وحماس مدعومه من واحد الدوله اللي كتستنانا غير تستنزف القوه ديالنا باش يدخلوا لنا هومانيت، يعني نوليو نتقابحوا مع امريكا والحلفاء ديالها ويدخلوا لنا ايران والحلفاء ديالها من اللور. ما حنا مع امريكا اللي تحمي ولا اللي تساعد الحلفاء ديالها، ما حنا مع حماس اللي جالسه كتجيب لنا الكوارث من مور ظهرنا. فهنا خصكم، هنا الانسان اللي ذكي يخدم السياسه بالعقل، انه حنا ما نسبوش الحلفاء ديالنا ابدا وندخلوا بخيط ابيض فقط. نصحوا يا اخي نربي ولادهم بطريقه سليمه لمستقبل، اما من دابا اللي مشى للمستقبل باش ما يوقعش هاد التصادمات. ونوصوا يا اخرين ثاني يكونوا رفقا بالمواطنين ويتعيشوا مع بعضياتهم بسلام. علاش بني اسرائيل في ايام الانبياء ملي هاد الفينيسيون دخلوا لارض كنعان، ولا قلتوا لي شكون كنعان راه هو من اجداد ديال بنو اسرائيل، بس رحبوا بهم وعاشوا معهم عادي. شحال وما عاشوا مع بعضياتهم، شنو كان المشكل؟ ما كانوش كيتقاتلوا مع بعضياتهم الا في ديك طالوت وجالوت. هو داك واحد داك الشرير العملاق طلع من الفينيسيون، هذاك كان بغى يستولي وبغى يفرض السيطره، فقتلوا قتلوا داود اللي قتلو. ف مش غنقول لكم، كنتمنى تكونوا في افضل حال بجوج وتحيدوا الكراهيه وافكار ديال القتل والدماء ولا الاستشهاد ولا داك الشيء هذا كامل. المهم الفكره ديالي راه اللي بغيت نوصل اكيد وصلتها لكم، حيت ما قدرتش نزيد نعبر اكثر، ما عارفاش شنو غنقول لكم اكثر، كيفاش غنعبر لكم. وصافي ومع السلامه، باي باي، كنبغيكم.